بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعليمية مواد تجارية. النهاردة إن شاء الله هنكمل جزء من المنهج الخاص بالإحصاء التجاريين، فتابعوني. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة باختصار شديد إيجاد الوسط الحسابي من جدول توزيع تكراري غير منتظم. عندي هنا الفئات 3 9 13 21 41، وعندي هنا فئة مفتوحة من 95 ل61، من 61 ل95، وعدد العاملين 2 4 8 10 16 5، التجميع بتاعتهم 45. المطلوب عندي هنا إيجاد الوسط الحسابي للرتب الشهرية بالطرق الثلاثة، وإيجاد الانحراف المعياري، وإيجاد التباين، وكمان إيجاد معامل الاختلاف المعياري. وهنعلق على النتيجة. أنا هدي الأربع حاجات دول بس، مش هعلق على النتيجة. أنا سايبة لحضراتكم حرية التعبير وحرية التعليق. أولا هبتدي عندي في خطوات الحل. يلا بينا هنعمل جدول توزيع تكراري بطريقة مبسطة. عملت هنا جدول توزيع تكراري مكون من 8 خانات، علشان أنا محتاجة ال8 خانات دول علشان أطلع منهم الانحراف المعياري، وكمان هطلع منهم ال3 طرق الخاصة بالوسط الحسابي. الخانة الأولانية عندي هنا رقم 1، خليك معايا أهو. الخانة الأولانية الفئات 3 9 13 21 41 ومن 59 ل61. كانت مكتوبة خطأ في التمرين ان هي من 95، لا هي مش مظبوطة، هي من 59 ل61. عندي التكرارات زي ما موجود في التمرين اللي فات 2 4 8 10 16 5، التجميع بتاعتي 45. طبعا التكرارات هي مجموع كيف. هنيجي بعد كده حضرتك مركز الفئة هنجيبه ازاي، يركز معايا عشان نجيب مركز الفئة بطريقة سهلة ومبسطة. اول حاجة هاخد اول فئتين هي 3 زائد 9، وهقسمهم على 2. تمام، يبقى هنا العدد بتاعي 3 و9 12، قسمتهم على 2 طلعت عندي الرقم 6. اشوف الفرق بين العدد ده والعدد ده كام، وزي ما هزود هنا هزود الناحية التانية. دي طريقة. يبقى الفرق من 3 و9 هنا عندي 6. تمام، ومن 9 زي ما هزود هنا هزود هنا. تمام، او ان انا ممكن اخد 9 زائد 13 واجمعهم واقسمهم على 2، و13 زائد 21 واقسمهم على 2، 21 زائد 41 واقسمهم على 2، ومن 41 ل59 واقسمهم على 2، ومن 59 ل61 واقسمهم على 2. هو ده مركز الفئة. طبعا الجدول التوزيع التكراري بتاعي ده مش منتظم، فعشان كده هاخد اول فئتين، فمش هينفع ازود عدد ثابت او بمتوالية ثابتة عشان ده جدول توزيع غير منتظم. هنيجي بعد كده النواتج بتاعتي طلعت 6 و11 و17 و31 و50 و60. يبقى هشوف بقى اعلى تكرار عندي هنا في قد ايه، اللي هو التكرار مركز الفئة. اعلى رقم عندي هنا 31، وهو ده هعتبره الوسط الفردي الخاص بالعدد بتاعي. طيب على اي اساس اخدت الوسط الفردي دوا؟ تمام، ان هنا 3 ودول 3، يبقى الوسط الفردي بتاعي 21 قدامه. تمام، يبقى 31. بعد كده عايزة اجيب س في كاف. ادي عندي هنا س وادي كاف، يبقى اضرب 2 في 6، 4 في 11، 8 في 17، 10 في 31، و16 في 50، و50 في 60. والتجميع بتاعتي زي ما حضرتك شايف طلعوا 1602، ودي مجموع س في كاف. يبقى الطريقة الأولية لإيجاد الوسط الحسابي، الطريقة الأولى مجموع س في كاف أو مج س في كاف على مج كاف. 1602 على 45 هيديني الوسط بالطريقة الأولى. تعالى بقى الوسط بالطريقة التانية. الانحراف حول الوسط بيساوي س ناقص ف. احنا قلنا ان ف اخترناها ب31 اهي. طيب وس طلعت كام؟ يبقى هطرح في نفس العمود 31 من 6، 31 من 11. طبعا الشرط الاساسي بتاعي لازم النواتج تطلع بالسوالب
علشان يطلع الناتج بتاعي مظبوط. يبقى السالب 25 سالب 20 سالب 14 31 من 31 صفر، وبعد كده 50 من 31 19 و60 من 31 29. ده الانحراف حول الوسط ان انا بطرح في نفس العمود. كمل. طبعا انا هنا وريتك انا جبت الخطوات اللي انا عملتها ازاي. هطبق بقى القانون. س بار او س شرطة بيساوي مجموع س في ك على مج ك 1602 على 45. الناتج بتاعي طلع 35.6. الطريقة التانية بقى س شرطة بيساوي الوسط الفردي اللي انا اخترته 37 زائد مجموع ح ك على مج ك، وانا هوريك دلوقتي في الجدول الجزء اللي حضرتك ما شفتهوش. انا هظبط الكاميرا عليه. عندي هنا حضرتك زي ما شفت النواتج وجبت الانحراف حول الوسط، الخانة رقم 5 والعمود رقم 5، وقلت لك ده بالتفصيل ازاي. بعد كده عايزة اجيب ح في ك. طبعا اهو ادي كاف 2 اهي في سالب 25. طبعا سالب في موجب بسالب، ضربتها طلع بسالب 50. وعندي هنا 4 في 20، وعندي كمان 8 في سالب 14، وهكذا زي ما عملت في الطريقة وانا قلت لك انا ضربت ازاي. وطبعا ضربت صفر في التكرار طلع بصفر، وهكذا. بعد كده عندي هنا مجموعة نواتج موجبة ومجموعة نواتج سالبة. عندي اختيارين، ممكن اجمع السوالب مع بعض والموجب مع بعض واطرحهم هما الاتنين من بعض. انا هنا في الطريقة بتاعتي جمعت الموجب لوحده والسالب لوحده، وبعد كده الناتج بتاعي طلع 207. يبقى الموجب 449 والسالب 242، يبقى الناتج بتاعي موجب 207. ده مجموع ح ك. نيجي بقى حضرتك مجموع ح تربيع ك. عندي برضو اختيارين، ح تربيع ك اهي العمود رقم 8، ان انا اضرب الخانتين دول في بعض، يعني 25 سالب 25 في سالب 50 وسالب 20 في 80 سالب 80 وسالب 14، اضرب العمود 5 في العمود 6 ويطلع الناتج مظبوط تماما. او ان انا هنا عندي هنا س تربيع في ك عشان اجيب التباين. س تربيع اربع اهي س، اقول 6 في 6 في 2، يبقى 6 في 6 في 2 و11 في 11 في 4 و17 في 17 في 8، وهكذا اربع واضرب في الكيف. الناتج بتاعي طلع عندي هنا مجموع س تربيع كيف 70,478، وناتج ح تربيع كيف بعد التجميعات اللي أنا عملتها كلها 14,399. ركز على النواتج. طبعا مجموع ح في كيف 207، وعندي هنا مجموع كيف أو مج كيف 45، وعندي الوسط الفردي 31. استمر بقى في الطريقة بتاعتي س شرطة بيساوي ف الوسط الفردي زائد مجموع ح كيف على مج كيف. الوسط الفردي زي ما قلت لحضرتك 31، وعندي مجموع ح كيف 207 على 45. طبعا انا قسمت الاول 407 على 45 طلعت لي 4.6، وجمعت عليها 31 طلع الناتج عندي 35.6، وهو نفس الناتج لو انا حسبت بالطريقة المباشرة. نيجي بقى الطريقة المباشرة لإيجاد الوسط أنا قلتها بالتفصيل، وهنبتدي ناخد الطريقة الخاصة بالانحراف المعياري باستخدام الطريقة المباشرة من الجدول اللي أنا وريته لحضرتك. والقانون بتاعي اللي أنا هستخدمه جذر مجموع س تربيع ك على مج ك ناقص مجموع ح ك على مج ك لكل تربيع. ويلا نشوف هنطبق هنجيب النواتج دي طبعا، ودي نواتج كبيرة قوي من الجدول اللي أنا طلعته قدامك. يلا بينا. اول حاجة انا كتبت القانون اللي هو رمز الانحراف المعياري عين بيساوي 70,478 على 45 ناقص 1602 على 45. طبعا انا ظبطت هنا الناتج، قسمت
قسمت ده على ده والناتج اللي طلع ربعته، يبقى 770,478 على 45 طلع لي 1566.18%. والناتج ده قسمته على 1602 قسمته على 45 والناتج ربعته طلع 1267. وبعد كده طرحت القيمتين من بعض طلعت لي طبعا كل الكلام ده محطوط تحت الجذر وهتنسى، يبقى جذر 298.72 اللي هي طلعت بالآلة الحاسبة 17.3. نيجي بقى حضرتك الجزء التاني او الموضوع التاني اللي انا هتكلم فيه هو الوسيط. وعندي نوعين من انواع البيانات زي ما احنا اتكلمنا في الوسط، بيانات غير مبوبة يعني مش محطوطة في جدول، مش موضوعة في جدول، وبسميها عندي بيانات خام. لو القيم الاعداد فردية، الاعداد نفسها فردية يعني 3 اعداد او 5 او 7، او حضرتك مجموعة الاعداد الفردية اللي كلنا عارفينها، بستخدم القانون نون زائد 1/2. نون هو العدد اللي انا بغيره، و1/2 دي ثوابت في القانون. ونبتدي على طول عشان ما نضيعش وقت الفيديو يبقى طويل. اوجد الوسيط للقيم الآتية. طبعا اول خطوة من خطوات الوسيط ان انا برتب القيم من الصغير للكبير او من الكبير للصغير تصاعديا او تنازليا. يبقى عندي هنا 25 29 27 32 37 33 226. طبعا هنا اشوف الاعداد بتاعتي فردي ولا زوجي. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. طبعا 7 عدد فردي، والعدد الفردي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه فقط. هرتب القيم بتاعتي اهي، ورتبتها بطريقة مختصرة: 25 26 27 29 32 33 37. يبقى عددهم 7، ده 7 طبعا عدد فردي. القانون كتبته لك اهو، نون زائد 1/2. يبقى 7 زائد 1 8. 8 أقسمهم على 2 هيدينا 4. يبقى الوسيط ابتدي أحدده اهو بالخط الأخضر، الوسيط بيساوي 29. مثال للتدريب: اوجد الوسيط للقيم الآتية: 89 76 13 44 66. طبعا دول 5 أعداد، حضرتك تطلع الناتج بس ما تنساش الترتيب. طيب لو الوسيط عندي كان عدد زوجي طبعا القانون هيختلف. هنبتدي ناخد المثال اهو: اوجد الوسيط للقيم الآتية: 40 45 37 39 47 48. طبعا دول 6 أعداد و6 عدد زوجي، 2 في 3 ب6 و1 في 6 ب6. رتب أولا، هنرتب القيم: 35 37 39 40 47 48 اهو. هستخدم بقى القانون بتاعي اللي هو اهو قدامك، هوضحهولك. القانون بتاعي نون على 2 لوحدها وما شدتش شرطة الكسر قوي، فاصلة نون على 2 زائد 1، يعني الناتج اللي هيطلع هتجمع عليه 1، والواحد ده ثابت والاتنين دي ثابتة. هنبتدي نعد: 1 2 3 4 5 6. يبقى 6 على 2 عشان دول نون يعني ب6 أعداد، يبقى 6 على 2. طب ممكن يكون مثلا القيم بتاعتي 8، يبقى 8 على 2. 10 10 على 2 12 12 على 2 وهكذا. الاتنين دي ثابتة. 6 على 2 فيها التلاتة. طب فين الوسيط بعد الترتيب رقم 3 اهو 39. و6 على 2 زائد 1، يبقى الناتج اللي هيطلع هزود عليه 1 يبقى 4. يبقى الناتج بتاعي اللي هيطلع هبتدي أجمع القيمة أو ترتيب العدد اللي رقمه 3 وترتيب العدد اللي رقمه 4. طبعا دول عددين أو قيمتين، هبتدي أقسمهم على 2. يبقى زي ما مكتوب قدامك 39 زائد 40 على 2. الناتج بتاعي طلع 39.5. وممكن حضرتك براحتك تتأكد من النواتج، بس هي دي الوسيط بصورة مختصرة. يبقى أخدت النهاردة في الفيديو الوسط الحسابي بالثلاث طرق من جدول، واخدت كمان الوسيط زوجي وفردي. اتمنى طبعا الفيديو يحوز على اعجابكم. طبعا اشكركم على وقتكم، واشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة ابرار التعليمية. كنت معاكم النهاردة محاسبة هبة فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.